لما أراد الله عز وجل أن يهيئ نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لعبء الدعوة وثقلها، أمره أن يقوم الليل، لأن قيام الليل سيعينه على القول الثقيل والحمل الثقيل. فأنزل الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نظر إلى خديجة فقال لها: يا خديجة، مضى عهد النوم، بدأ عهد الجد والسهر لله عز وجل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يدخل عليه بلال وقد غفر الله للنبي كل ذنبه، ما تقدم منه وما تأخر، فيراه يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، تفطرت قدماه، يبكي بالليل حتى تبتل لحيته ويبتل الأرض تحته. يقول: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. أحد الصالحين اسمه سليمان التيمي، يقول أحدهم: صلى معنا العشاء، يقول: فقام يصلي بعد العشاء فانتظرته، أردته بأمر، يقول: فإذا به يقرأ سورة تبارك حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقول: فأخذ يعيدها ويرددها بالليل. يقول: لم يبقى أحد في المسجد إلا أنا وهو. يقول: فانتظرته فطال علي المقام. يقول: فذهبت. يقول: فرجعت قبل الفجر فوجدت سليمان قائما يصلي يردد الآية نفسها: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. أخذ يرددها ويبكي طوال الليل. نسي أن الليل كله ذهب، لأنه يخلو بمن؟ بحبيبه جل وعلا، يخلو بمن؟ بخالقه بالرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل قيام الليل: في الليل ساعة. وانظر وتمعن في الحديث، ما حدد الساعة، قال: في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل. وذلك في كل ليلة ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الصالحون تعرفهم في قيام الليل. سئل الحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين، يعني القائمين أهل قيام الليل، أحسن الناس وجوها؟ إيش معنى نشوف أهل قيام الليل وجوههم نضرة منيرة؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. من أراد النور في القبر، من أراد النور يوم القيامة، من أراد النور على الصراط، لا بد له أن يصلي قيام الليل. قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل نور في القبر للمؤمن. تقول إحدى الصالحات عن زوجها واسمه مسروق صالح، تقول: يقوم الليل فإذا أذن الفجر
لا يستطيع أن يمشي على رجليه من طول القيام، ما يقدر من طول قيامه. تقول يزحف كما يزحف البعير بعد أن يؤذن الفجر، لأنه كان يقوم الليل كله إلا قليلا. ما كانوا ينامون إلا القليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عمر بن الخطاب كان يقوم الليل، فإذا بقيت ساعة من الفجر أيقظ أهله وقال: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان الصالحون يتقاسمون الليل بينهم وبين أزواجهم وخدمهم وأولادهم، فلا تبقى دقيقة في الليل إلا وفيها قائم يصلي. سمعتم بالغرف الغريبة العجيبة بالجنة؟ هناك غرف شكلها غريب، منظرها عجيب. ماذا يصفها النبي به؟ يقول: يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. شيء عجيب، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ أبيك بس تخيل هذه الغرف المضيئة المنيرة شلون صايرة، غرف في الجنة خاصة هذه. سئل النبي: لمن هذه الغرف؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: هي لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نوم قليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويبدأ قائم الليل يتدرج، أقل القيام 10 آيات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، خلاص اسم الغافل يذهب عنه. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. سئل النبي عن رجل ينام الليل كله حتى الفجر، يعني ما يصلي شيئا من قيام الليل. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. من أراد الشرف، من أراد النور، من أراد زيادة الإيمان، من أراد التثبيت على الطاعة، من أراد الأجر والخير كله، فلا يتركن قيام الليل، فهي أفضل صلاة بعد الفريضة. رسموا طريق النور فهو دليله، ليكون شمسا للأنام فكان. إن جن ليل يا أخي رأيتهم هجروا المنام وودعوا الخلان. رسموا طريق النور فهو دليله، ليكون شمسا للأنام فكان. إن جن ليل يا أخي رأيتهم هجروا المنام وودعوا الخلان. يا أخي أظلنا بيانا الذي طريقا بالتقى مزدانا. فضائل الأعمال نسقي غرسها لتكون في روض الهدى بستانا. لتكون في روض الهدى بستانا. هذه الحياة مراحل ومواقف